مره تنزل القناه، تاني مره بالمقاس الصغير، الحاجه الممتازه جدا. بس قبل ما تتفرجوا على الفيديو، السفره دي مشهوره قوي داخل جمهوريه مصر العربيه باسم معرض بالانجلش كلكم عارفينه، وما بحبش اجيب سيره حد، بس احنا بنبيعها هنا بالسعر الاصلي بتاعها. هفرجكم عليها واعرفكم سعرها الاصلي، اتفرج عليها يا فندم في السوق كله، وبعد كده اختار هتطلبها من مبادره تعالى دمياط ولا من مكان تاني. يلا نتفرج على السفره مع بعض. مبدئيا السفره ترابيزتها قصه جميله وحكايه فنيه. السفره لونها شامبين، وممكن حضرتك تطلبها باي لون يعجبك. مجرد ما تاخد نظره بسيطه على السفره هتعرفها، لان هي مشهوره جدا يا جماعه وترند، واحنا بنقول لكم ان هي مشهوره، واحنا عارفين ان هي مشهوره. التخانات بقى في الاخشاب وفن الاخشاب دي لعبتنا، وانتوا عارفين ان احنا لو هنصور حاجه في مبادره تعالى دمياط اكيد مش هنصور غير النجاره الاصليه. في لقطه جميله في البوفيه، 1 2 3 4 ابراج للناس اللي بتجيب صيني ما شاء الله، هيناسبهم الموديل ده قوي. دي ظرفه فتح وقفل، ونبص هنا على تخانه الخشب نعرف عبده بيصور لنا ايه. الظرفه الاخيره برضو نفس الموضوع، ونبص برضو على تخانه الخشب عشان نعرف عبده بيصور لنا ايه. البوفيه واقف على رجلين له كنز جميله قوي، اخده دق ناعم، واللون السفرة انا قلت لحضراتكم شامبين، ومعمول الازاز بتاعها فوميه، ده برضو مكلف. الاتنين بونسوار زي ما حضرتك شايف، ومزودين عليهم سيستم ليد واضاءه بكذا لون. هتلاقي فيها اللون الابيض واللون الاصفر في الاضاءه بتاعت الغرفه دي. الاتنين بونسوار طبعا، كله بونسوار، غرفه منفصله زي ما حضرتك شايف. ده اخو ده. الستة كرسي بتوع الغرفه دول 4 اخوات زي ما حضرتك شايف. الدق الناعم والرجل اللوكانز والشغل الجميل. ده الكرسي الاولاني، الاثنين الماستر زي ما حضرتك شايف. الناس اللي عايزه تعرف سعر السفره، سعر السفره دي انا قلت لكم مسمع بعد ال 48 وانت طالع، حسب بقى المعرض وحسب المكان وحسب الابله اللي بتعرض لكم الشغل. السفره دي يا جماعه متاحه عندنا بالاشتراك مع الاستاذ مصطفى الحلبي في مبادره تعالى دمياط. سعرها فقط لا غير 43,000 جنيه، سعر اليوم اخر يناير. سعر اليوم اخر يناير يعني لغايه اخر زيادات، وهي واقفه قدامكم كده ثمنها 43,000 جنيه. رزق اللي بيشتري السفره قدامكم يا جماعه، تابعوها. مبروك على اللي هيشتريها مقدما، ورزق صاحب النصيب للناس اللي عايزه حاجه سوبر كلاس ايه وتوفر برضه فيها كتير. مبدئيا السفره دي ثمنها 70,000 جنيه في كل الدنيا يا فندم. مجرد ما تشتريها من مبادره تعالى دمياط هتوفر اكتر من 15,000 جنيه واكتر كمان كتير. هقول لك سعرها دلوقتي داخل الفيديو. صلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ويلا افرجك على السفره. بسم الله، الله اكبر. ده منظر النيش يا فندم، والله الذي لا اله غيره. تحس كده ان هو فيلا في نفسه او عايز قصر، مش عارف اقول ايه، بس هو حاجه الله اكبر عليها. رزق اللي بيشتري ورزق اللي بيفهم موبيليا وعايز حاجه فعلا مميزه ومختلفه. واكدت عليكم هنقول السعر على العام في نهايه. نكمل معايا الفيديو ده. بسم الله. دي يا فندم الطرفه الاولانيه معمول لها 4 رف ازاز. الناس بتعمل 2 أو 3، دول 4 قدام حضرتك يدوني باكيه 2 3 4 5 باكيات للتخزين يا فندم. دي الضرفه رف ايه خشبي زي ما حضرتك شايف. ده النحاس كده على الشغل كله داير مندوب، نحاس طبعا حر ونحاس اصلي. السفره واقفه على 4 رجلين دوران زي ما حضرتك شايف. كل ده يا استاذي نحاس حر، نحاس حر، كل ده نحاس حر. ده فن الرسم على الاخشاب بقى، فن دمياط وجمال دمياط. طبعا القشره ملزوقه بطريقه سمبوكسات، يعني هنلاقي لها سمبوكسات او 7 و8 بيديني اللي انت شايفه ده حاجه في قمه الشياكه. الترابيزه بتاعتنا برضو اخده فن الرسم على الاخشاب على الاسره كلها، وحاطين لها ازازه شفاف 10 مللي، منها تتحمل العمل ومنها تبين الفن الجميل اللي تحتها. الغرفه ب 6 بالمنظر ده، بس لو حضرتك عايزها 8 كرسي ما عندناش اي مشكله. النحاس الحر يا جماعه لافف على الترابيزه كمان داير ما يدور. يعني لو بصينا هنا كده يا استاذي بالكاميرا هنلاقي ان الدوران ده كله نحاس من اول الشغل لاخر الشغل. الترابيزه واقفه على رجل كامله دوران، قطعه زرع، قطعه الزان وصلناها زي ما خلقها ربنا سبحانه وتعالى، بدون وصولات وبدون اي حاجه، اترسمت على هيئه الرجل، بقت بالمنظر اللي انت شايفه ده. البوفيه يا فندم شيك جدا جدا، الله اكبر عليه.
وبرضه هيفيد الناس في التخزين. هشرحه لحضراتكم، ولو ان هي حاجه شرحه نفسها بنفسها. طبعا قلنا التطعيمات دي كلها نحاس يا فندم، حر، مفيش منه مشكله. ملزوق تحتها القشره برضه بنظام السبعات وثمانيات، عاطي ماتشنج رائع وعاطي ذوق جميل. وش البوفيه وهو مقفول كده برضه، يعني انا اقسم بالله لو عندي في البيت دي حاجه متهيألي هصحى كل يوم الصبح هعمل فنجان قهوه واقعد اتفرج عليها يعني. كمان مش معنى ان هي جميله ان احنا كده بطلنا، لا احنا كمان بنشيل صين كتير وتخزين كتير، لان كلها 4 درج و4 درج، دي ضرفه ودي ضرفتين ودي ضرفه. هجرب في واحده بس، محدش الضرفه المقفوله. بسم الله، دي سالكه معانا اهي، بسم الله الله اكبر. دي الضرفه الوساطه، هنا الضرفه اليمين، هنا الضرفه الشمال. حاجه في منتهى الرقي، كل حاجه من الضرف دي اخده رف جوه برضه عشان يساعد عروستنا في التخزين. وهنا رسومات على الاعشاب يا فندم زي ما حضرتك شايف. فن الفن دمياط وجمال دمياط وسحر دمياط وادب دمياط واخلاق دمياط ورجاله دمياط. باكد مره واثنين وثلاثه، انا منك وزيك وقلبي عليك وهفضل كده. محدش هيتصل بيا يقول لي ما عادش تقول اسعار على عام وانا هقول له حاضر. انا مش هعمل ده مهما يكون اللي بيكلمني ده مين. انا ما بحرقش حد، انا بفهمك يا فندم وبفهم الناس. الناس النهارده تعبانه وبتعاني في لقمه العيش، الحاجه بقت غاليه. بفهمهم باسعار الموبيليا الحقيقيه بحيث ان الزبون ينزل. انا بقول للناس تعالوا دمياط، ما بقولش لحد تعالى للزيات، بقول تعالوا دمياط. اقسم بالله كنا سبب في نزول ناس عملاء لمدينه دمياط، اشتروا روحوا بدون ما عننا طرقاهم. وعرفنا بعد كده من مكالمات شكر لينا ان هم اتكرموا في دمياط والله، ولا اعرف هم مين ولا اشتروا من عند مين. سعر الغرفه دي يا فندم ما تخليش حد يضحك عليك، سعر الغرفه دي 51,000 جنيه. لو لقيتها يا فندم ب 51,000 جنيه ناقصه جنيه روح هاتها. لقيتها ب 54 و58 و69 و74 واي كلام ويتقال لك بعدها يا فندم تعالى اشتريها من مبادره تعالى دمياط او رن لنا واحنا نجيبها لك لغايه باب البيت. عبد اسامه زياد بشكركم لحسن المتابعه. السفره قدامكم سعرها 51,000، رزق اللي بيشتري. شكرا ليكم ولحسن المتابعه ولوقت حضراتكم. بستاذنك سبسكرايب قبل ما تمشي ولايك وشير لو انت على الفيس عشان نشوف بعض تاني. شكرا ليكم. عبد اسامه زياد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.